المصرية على قرارات الجهات المنظمة لهذه الاحتجاجات الضخمة المستمرة منذ 9 أيام في شوارع وميادين المدن المصرية للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك ورحيل النظام. لا أدري إذا كانت ستفرض تغيرات في مواقف القوى السياسية من حزبية وجماعات ما إلى ذلك من الحوار مع النظام، مع عمر سليمان أو مع الرئيس مبارك. لا ندري أي يكون الخيار. هو موقف جديد، هو وضع جديد. برز البعض ممن يحذرون من انقياد البلد وانزلاقها إلى حرب أهلية. موقف أفاد به مصطفى بكري الصحفي في القاهرة. هناك دخان نرى في يمين الشاشة، دخان ربما ينطلق من منطقة ميدان التحرير. لا ندري طبيعة هذا الدخان حتى الآن. هناك حريق في الصورة كما نرى في أحد المحال القريبة من ميدان التحرير، عند مدخل ميدان التحرير من الجهة التي كان يهاجم بها المهاجمون المتظاهرين المعتصمين في الميدان. أين اللهب؟ ما زلنا نرى اللهب في هذه الصورة. في هذه الأثناء أفادت المصادر من الإسكندرية أن مئات الآلاف خرجوا في الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. هذه الصورة إذن من القاهرة. ما زلنا عند مدخل ميدان التحرير، عند أحد المداخل القريبة من المتحف المصري، حيث على يسار الشاشة المهاجمون من أنصار الرئيس مبارك، وفي الجهة اليمنى حيث هناك آثار الغاز المتصاعد، ربما من الحريق، ربما من قنابل مسيلة للدموع، على الأغلب أنها من الحريق، في معسكر المعتصمين والمتظاهرين هنا. ومعنا مرة أخرى من تدخل وهناك مظاهرات منطقية قادمة اتجاه المعتصمين. لماذا ترحل؟ لماذا تفعله الطريق؟ لماذا لم يقف بيننا وبينهم؟ إذا قلنا أنه يريد أن يكون على الحياة فليقف بيننا وبينهم. هؤلاء يعبرون ونحن نعبر. هو تساؤل نفسه الذي طرحه محمد البلتاجي من عن دور الجيش، لماذا لم يمنع هؤلاء المهاجمين ليلة من الوصول إلى ميدان التحرير. لكن سيد محمد، هل لاحظتم أي تبذل في أفراد قوات الجيش الموجودة عند ذلك المدخل؟ نعم. من مقطع المقطع وليس لها قيمة لأن الجنود بداخل الجسدات ليس لها أي قيمة، ولكن يدافع عن مقطع هؤلاء المتظاهرين الذين يقوموا من هذه الأسماء. من الصعب أن نفهم ما يقول محمد عباس. مشكلة كبيرة في السماع. أنت واضح أنك كنت أكثر مني بكثير. توفيق، ننتقل الآن إلى داوود حسن، هو موجود في ميدان التحرير. داوود، هل من موقعك في ميدان التحرير تستطيع أن تطلعنا على المزيد بخصوص المتحف وما يجري حوله؟ نعم، الآن المتحف المصري سيحترق خلال دقائق. أفراد الشرطة السوريين يقومون الآن هم وبلطجية الحزب الوطني لإلقاء قنابل المنفجرة على المتحف المصري. لا أحد يوقفهم داوود؟ ليس هناك من يعني يحول دون إلقائهم هذه القنابل؟ هم يلقونها من أسفل وأسفل إحدى العمارات القريبة من المتحف والشارع أيضا، ويلقونها على المتظاهرين. المتظاهرون الآن يطلقون على الأعمدة الكهرباء في محاولة لأسر أنظار لاتجاههم. داوود، من المهم فعلا، عفوا سامحني داوود، يعني هذه مرحلة جدا حرجة والموضوع جدا دقيق. يعني نريد أن نعرف هل يعني فعلا هؤلاء من البلطجية كما ذكر سابقا، أم رجال أم بملابس مدنية كما ذكر آخرون؟ لدينا